كتير كان بيسالني دوره العلاقات العامه ممكن نحصل عليها فين بنفس الطريقه اللي حضرتك بتتكلم بيها، سواء في بعض المحاضرات لمن حضر ليا بعض المحاضرات في بعض الفعاليات والمبادرات الرئاسيه. وحابب اكد على حضراتكم اكيد طبعا احنا كنا بنجهز ان هي تبقى من البيت بتاعي مؤسسه القاده بصفتي رئيس لجنه العلاقات العامه والراي العام، اللجنه المركزيه للعلاقات العامه والراي العام. فباختصار بسيط نرجع لنقطه مهمه جدا، هو انا محتاج العلاقات العامه في ايه؟ انا كانسان او كمواطن محتاج العلاقات العامه في ايه؟ ببساطه 94% من انشطتك اليوميه هي انشطه علاقات عامه، ولكن مش عايز كلمه علاقات عامه تبقى مرتبطه في ذهنك بالاتيكيت والبروتوكول، لان الصوره الذهنيه للعلاقات العامه مبخوس حقها في الوطن العربي. هم نقلوا لنا ان العلاقات العامه هي الاتيكيت والبروتوكول، حد بياكل كويس وبيشرب كويس، ولكن هي اعمق من ذلك، كما اكد رجل العلاقات العامه الشهير ورجل الاجتماع. في اثنين عندنا، رجل العلاقات العامه اللي هو كندال، ورجل الاجتماع كاتفيلد، وعلماء الاجتماع يعلمون من هو كاتفيلد. فقالوا ان العلاقات العامه هي جهاز الامن الوقائي للمؤسسه. ببساطه شديده حضرتك عندك جهاز مناعي في جسمك بيمنع ويهاجم الامراض او الفيروسات اللي بتحاول تهاجمك. كذلك انت محتاج في حياتك كانسان علاقات عامه، كما يقولون، كما درسنا وكما درس لنا استاذنا الكبير صفوة العالم استاذ العلاقات العامه، ان كما يحتاج الانسان للطعام والشراب كي يعيش، فهو يحتاج الى العلاقات العامه كي يحيا.